اسماعيل حسني، اهلا يا حسني. اهلا فرصة سعيدة اللي شفتك. هو انت برضو اللي شفتني؟ ده انت ماشي في الشارع سارح زي ما تكون في دنيا تانية. مش للدرجة دي يا اخي. الظاهر عليك بتدور على حاجة. في الحقيقة النهاردة عيد ميلاد عبير بنت واحد صاحبي، وعايز اشتري لها هدية ومش عارف. بس كده؟ بسيطة خالص. ايوه بس انا عايزها مناسبة في السعر وتكون كويسة، ما انت عارف يعني تعالى معايا. ابراهيم منشة الخردواتي ده صاحبي، هتاخد من عنده هدية كويسة قوي وبتمن معقول جدا. فين ده؟ قدامك المحل اهو، خردواتي 1000 صنف. تعالى بس ندخل. تعال. والله يا اخي انا ابن حلال اللي اعترت فيك. دي حكاية اللعبة دي كانت عندي مشكلة. لا مشكلة ولا حاجة، تعالى بس تعال. مساء الخير يا عم ابراهيم. اهلا استاذ حسني. الاستاذ اسماعيل صبري صاحبي، وعاوز لعبة كويسة وتكرمه في تمنها. بس كده؟ ياخد اللعبة وبلاش الفلوس خالص، ده حتى باين عليه الظرف واللطافة. الف شكر يا عم ابراهيم. واللعبة دي بقى لعبة كبار ولا لعبة عيال؟ هم الكبار لهم لعب كمان؟ عندي لعبة لطفلة صغيرة. عندي دبابة بالكهرباء، كراكة بالكهرباء، جرار، عربية، قطر، طيارة. الدبابة دي مناسبة قوي علشان اسماعيل في الجيش. كويس قوي. حضرتك ضابط في الجيش السوداني؟ انا مهندس في سلاح المهندسين. اهلا وسهلا. انتوا واقفين ليه؟ لازم تشربوا حاجة. متشكرين قوي يا عم. مفيش حاجة اسمها متشكرين. اصل عايزك. عاوزني؟ انت مش صاحب الاستاذ حسني؟ ايوه. عشان كده لازم اشتكي لك منه. خير يا عم ابراهيم. اعرفه من 5 سنين ودايما خادمني ومجاملني، مفيش مرة اعزمه فيها يسهر معايا ويوافق. مشاكل والله يا عم ابراهيم، لكن الايام جاية ان شاء الله. مش هتمشي من هنا الا لما ناخد ميعاد على ليلة نسهر فيها سوا. بعدين هفوت عليك بعدين. دلوقت حدد لنا يوم يا باشمهندس اسماعيل. والله بقى دي حاجة بينكم وبين بعض. لا ما هو حضرتك هتكون معانا، ودي مسألة مش عايزة مناقشة. خلاص يا عم ابراهيم، يبقى بكرة ان شاء الله. ايوه. اتفضل اللعبة يا باشمهندس. متشكر قوي يا عم ابراهيم. تمنها كام؟ عيب، دي هدية علشان البنت الصغيرة. مش معقول يا ابراهيم بيدها. يا سلام، كل محلات شارع الجمهورية في الخرطوم تحت امرك. ابراهيم تحت امرك. انت متأكد انه جاي؟ الا متأكد، جاي 100%، وانا رتبت كل حاجة كويس قوي. الجدع اللي عرفني عليه كان مفروض يكون هو المعزوم، وطبعا لغيت الميعاد مع حسني علشان الباش مهندس يشرف لوحده. لكن انت مطمن له؟ مبدئيا مطمن. طيب هسيبك انا دلوقتي وارجع بعد شوية. تمام يا مات. تحت امرك. قول لي من فضلك. أيوة. الاستاذ ابراهيم منشة موجود، اتفضل معايا. لا معلش، اصل المكان زحمه وزيطه قوي. ده حتى الواحد مش قادر يشوف طريقه من دخان السجاير بس. ابراهيم بيه. اهلا. اتاخرت ليه يا راجل؟ اتفضل. ما اتاخرتش كتير. امال فين حسني؟ اقعد الاول يا متر. في الخدمة يا ابراهيم بيه. ازازة ويسكي. ياه، ازازه مره واحده؟ دي هتكون في الاول بس، دي الاولى. امال فين حسني؟ دايما انت قلقان كده، ده مش كويس. عموما حسني صاحبي وصاحبك بتاع مقالب. تتصور انه اعتذر؟ قال ان والدته تعبانه شويه ومش هيقدر يسيبها. يا خساره. ليالي الانس تحلى بالناس الحلوين، والليله هتحلى بيك. مش بقول لك دي ليلة ولا ليالي 1000 ليلة. ابراهيم بيه. ايوه. انا عايز اسأل حضرتك سؤال واحد بس؟ ده انت تسأل كل الاسئلة اللي على كيفك. السهرة دي تكاليفها هتكون كتير قوي.
فارجوك يعني كفايه ان انا قعدت مع حضرتك يعني. عاوز تقول ايه يا استاذ؟ لا اطمن، انا مش هقول ادفع الحساب علشان ما اقدرش، لكن يا ريت اشارك حضرتك فيه. انت كده بتهني يا باشمهندس. بشرفي ابدا، لكن واضح يعني انك تاجر بسيط وامكانياتك محدوده، يعني اهو كلنا زي بعض. كل كلامك ده اهانه يا استاذ. عموما مش هتكلم، اتفضل. بص يا خبر، كل دي فلوس؟ دكان الخدوات الصغير اللي انت شفته ده حاجة بس كده لشغل الفراغ. حقيقة ما كنتش اعرف ان سيادتك من ذوي الاملاك. برضو ما عنديش املاك. لكن ليا شغل تاني بكسب منه دهب. وامتى بتشتغل الشغل التاني ده؟ ملوش مواعيد معينة، لكن عاوز ذكاء، شجاعة. اللي عنده الذكاء والشجاعة ممكن يعيش عيشة الملوك ويلعب بالذهب لعب. زي حضرتك كده؟ هو احنا عايشين ليه في الدنيا إلا علشان نتمتع بيها بكل حاجة فيها، وكله بالفلوس. والله يا ريت يا ابراهيم بيه تساعدني والاقي شغلانة تزود دخلي. كله حسب استعدادك. الاستعداد موجود. ده لازم يكون استعداد خرافي، اصل دايما الاعمال اللي بتكسب دهب بتكون خطيرة جدا، وانا مغامر اصلي ومش كل الناس كده. فهمت. فهمت ايه؟ تهريب مش كده؟ يعني مخدرات؟ لا. عملة؟ لا. دهب، مجوهرات، ماس، حاجة زي كده. ايه المانع ان الواحد يكون مغامر لغاية ما يقف على رجليه؟ بس اعرف ههرب ايه؟ مش وقته، لكن عموما امسك دول. ايه فلوس؟ 100 جنيه سوداني مبدئيا علشان تعرف ان كلامي جد، وبكرة تفوت عليا في خردوات 1000 صن. اسماعيل، تحت امرك. تقريبا احنا متفقين. ايوه. عندك فكرة عن الذهب والمجوهرات اللي هتتهرب؟ الحقيقة لسه. شوف يا اسماعيل، انا ما بهربش مجوهرات زي ما انت فاهم. امال ايه؟ معلومات. معلومات؟ مش فاهم. تبقى استعدادك ضعيف وذكائك محدود. تقصد معلومات عسكرية؟ برافو، واقتصادية وخلافه. يعني جاسوس؟ يعني مغامر، يعني ثروة، يعني حياة كلها نعيم وطرف. فهمني؟ طبعا طبعا. لكن المعلومات دي عن السودان؟ الحقيقة مش عارف، عشان ده مش شغلي، ده شغل ناس تانية. الأول توافق وبعدين تعرف. على العموم أنا عارف هتفكر، مش كده؟ أيوة. بس لازم تعرف إننا لغاية دلوقتي على البر، وأنا صاحب محل خلدوات. يعني لو بلغت حد عن كل الكلام اللي اتقال. لكن عموما أنا واثق فيك، أصلي عارف ظروفك كويس. من فضلك لو سمحت. اي خدمة. إبراهيم بيبنشا موجود؟ طبعا لازم يكون موجود. اهو في الترابيزة اللي في الركن هناك. شكرا. فلورا، ايوه. صاحبنا وصل. انت متأكد من كل الكلام اللي قلته عنه؟ طبعا. اسمعي، انا هقدمك ليه باسم تاني، على انك اي بنت من البنات. اوكي. ويستحسن انك اول ما يجي تقوم انت على البار. اللي تشوفه. مساء الخير. اهلا يا اسماعيل، اهلا. تعالى. ابراهيم بيه، شوية كده وارجع تاني. ما تتأخريش. حالا. اتفضل يا اسماعيل. الاخبار ايه؟ موافق. ظريف. هتدفع كام؟ مش انا اللي هدفع. امال مين؟ انا مهمتي تعتبر انتهت. خد اجازة من شغلك. عشان ايه؟ عشان تسيب الخرطوم شوية. اجازة هتقضيها في اسمرة. جهز نفسك على السفر. وبعد ما اجهز نفسي هتوصل اسمرة وهتنزل في بنسيون اسمه بنسيون كاليتليا، وهناك
هتعرف كل حاجة. كابتن يوسف، ايوه يا فلورا. اسماعيل وصل البنسيون. شفتيه في الخرطوم طبعا. ابراهيم منشا مطمن له خالص ومقتنع بيه. وانتي ايه رايك؟ انت عارف رأيي. علشان اكون رأي في مسألة مش سهلة، لكن مبدئيا انا مستغربة حماسه وموافقته السريعة على انه يشتغل لحسابنا. قصدك تقولي ان المخابرات المصرية مجنداه مخصوص؟ ليه لا؟ عندك حق، لكن دي سهلة. حالا نعرف نوعيته ايه بالظبط، وطمني حاجة من اتنين: يا هيكون راجل من رجالتنا، يا مش هيرجع الخرطوم تاني. اتفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا. اي خدمة. اهلا بيك في اسمرة. اسمي يوسف من المخابرات الاسرائيلية. وصلت امبارح مش كده؟ ايوه بالسلامة. لكن قول لي، تحت امرك. انت لهجتك مصري قوي رغم انك سوداني. ده صحيح، امي اصلها مصرية. يعني عشت في مصر؟ اتولدت فيها لكن اتربيت في السودان. لكن بعد كده كنت بزور مصر دايما شهر في السنة للسياحة. ظريف. لكن ليه انت مصمم تشتغل معانا؟ الفلوس. عايز اعيش حياتي. انت بتحب؟ لسه. مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ ان احب؟ لا مش قصدي، لكن بقول انت عربي، مش عيب وعار انك تخدم اعداء بلدك ووطنك؟ الحقيقة انا بخدم نفسي الاول، انا الفلوس تهمني. مستك انك صريح. ليك اصدقاء مصريين؟ تقريبا لا، لكن اعرف مصريين. زي مين؟ ناس عاديين، موظفين الاوتيل اللي بنزل فيه، البرمان. فهمت. عموما انت هتتنقل من هنا، في اوضه محجوزه لك في لوكاندة فيكتوريا. مفيش داعي حد يعرف انت نقلت فين. الفلوس؟ عارف اللي عاوز تسأل عنه. احنا هندفع لك 30 جنيه استرليني علاوة على مرتبك. ايوه بس يعني بلاش تستعجل، ده مرتب مبدئي. لاحظ انك لغاية دلوقتي ما عندكش حاجة غير الاستعداد الكويس. باي. مع السلامة. ميجور لامو. ايوه فلورا. التلميذ مستعد للدرس. يبقى نبتدي الدرس الاول. مين المدرس؟ المدرسة الحسناء فلورا طبعا. يبقى هنبتدي نعلمه اسرار التصوير والتحميض وتركيب الاحماض واحدث وسائل اخفاء الافلام والشفره. كل ده لازم يخلص في مدة 15 يوم بالكتير. ده حسب استعداده كويس ومعقول، بس همتي. وبعد كده؟ بعد كده هكون انا المدرس وهعلمه الدرس المهم. برافو يا اسماعيل، بقيت هايل. اسمع. ايوه. انت هتسافر الخرطوم، هناك ابراهيم منشا هتستلم منه ادوات تصوير كاملة. وبعدين تستقيل من الوظيفة بتاعتك، وبالمناسبة مرتبك هيكون 100 جنيه استرليني. ومهمتي في الخرطوم هتكون ايه؟ تقدر تعتبرها فترة تدريب، وتتصل بينا من هناك عن طريق جوابات عادية وتبعتها على العنوان ده. فاهم؟ فاهم. اما الصور هي فين الصور؟ امال احنا علمناك فن التصوير ليه؟ وايه فايدة ادوات التصوير اللي هتستلمها من ابراهيم منشا؟ الصور تبعتها على عنوان تاني، هو ده. فاهم؟ فاهم. اتفضل، تذكرة الطيارة و50 جنيه استرليني. اهلا اسماعيل، برافو، كنت معقول. تشكر. مهمتك هتكون في القاهرة. القاهرة؟ لكن تعرف طبعا ايه اللي احنا عايزينه بالظبط من القاهرة. عايزين معلومات. نوعها؟ عسكرية. كويس. وايه تاني؟ اقتصادية. كويس عظيم. وايه تاني؟ اسمع، انا هوفر عليك اي معلومات تشوف انها مش بطالة. كويس. المصريين عشريين. عارف يعني ايه عشريين؟ يعني سهل معاشرتهم بسرعة. ممكن يثقوا كويس في اي شخص يكون مجرد طيب او ظريف او حتى بشوش، وده كله كويس. يعني لازم تكون فيك كل الصفات دي. كويس. ما تحاولش تتناقش في السياسة الا في حدود ضيقة، لكن لازم تخلي ودنك حساسة جدا وتلقط كويس، علشان اكيد في حاجات مهمة قوي هتتقال بدون قصد.
انت فاهمني ها؟ ايوه انا فاهم سيادتك كويس قوي. اوعى تفكر لحظة واحدة انك اذكى من المخابرات المصرية. لازم تعرف انها اذكى منك، عشان كده لازم تكون حذر. لو فكرت لحظة واحدة انك انت الاذكى تبقى انتهيت. فاهمني ها؟ ايوه فندم. هتأجر شقة مفروشة في القاهرة، هتكون متوسطة، وهتجهز فيها أوضة للتصوير والأجهزة اللاسلكية. وطبعا الشقة دي مش ممكن حد يدخلها غيرك، ولا مخلوق يعرف طريقها. ضروري يا فندم. ايه تاني يا فلورا؟ ازاي يحصل على المعلومات؟ عندك فكرة طبعا. طبعا يا فندم. زيادة على فكرتك، اركب مواصلات عامة، مترو، أتوبيس، ترولي. أكيد هتلاقي ضمن الركاب ناس عسكريين، أيا كانت رتبهم، فلازم تسمع كلامهم كويس. وأكيد من خلال كلامهم هتلاقي حاجة إحنا عايزينها. يعني لو سمعت إن عسكري عادي بيقول إن القائد بتاعه اسمه فهمي السيد مثلا، وإن وحدته في الهرم، فدي معلومة كويسة قوي. وأكيد هتلاقي معلومات أهم من كده. زي إيه يا فندم؟ السلاح، المدفعية، الصواريخ، الطيارات، دبابات، ضباط الجيش، أسمائهم، عناوينهم، بيوتهم. لكن قول لي. اتفضل يا فندم. أنت مالكش هواية معينة؟ أنا بحب الأدب كويس قوي. قصص وروايات ومقالات أدبية؟ ممكن نفتح لك مجلة أدبية اجتماعية فنية، ويبقى كل شيء ظريف قوي. لكن دي حكاية مش مستعجلة. احنا يهمنا انك تصاحب ضابط مصري في سلاح الطيران، وطبعا عارف ليه. طبعا يا فندم، عشان عايزين معلومات عن سلاح الطيران. عارف ازاي ممكن تتعرف عليه؟ لكن لازم يكون تعارف عادي جدا. وبعدين تحاول انك تجنده لخدمتك. عارف لو قدرت تعمل كده تبقى خدمت المخابرات الإسرائيلية خدمة عظيمة جدا. ايوه يا فندم، لكن ازاي بس اجند ضابط في سلاح الطيران؟ دي بقى متروكة لذكائك انت لوحدك. لو نجحت احنا يهمنا نعرف ازاي ده حصل وبس. فلورا. ايوه. افتكر الباقي سهل قوي. بعد جمع المعلومات والصور ازاي توصل لنا؟ ودي مسألة مهمة جدا ودقيقة. مبدئيا كل المعلومات لازم توصل لنا هنا في أسمرة، وفي جوابات عادية جدا. يبقى استعمال الرمز حسب الكود ده. وعلى فكرة ده مش هيكون معاك، لكن هتحفظه صم. بور سودان يعني القاهرة، بولاء يعني الطيران، اسكندرية يعني البحرية، البنات يعني الصواريخ، القماش يعني الفلوس. كل حاجة ولها اسم رمزي، لكن أهم اسم رمزي هو اسم ضابط الطيران المصري اللي هتجنده. الاسم الرمزي بتاعه تفيدة. مش كده وبس، كمل قراية الكود وبعدين احفظ. تفيدة بقت بنت جميلة، يعني مستعد يتعاون. تفيدة بقت حلوة قوي، يعني ساب الوظيفة بتاعته. تفيدة ستتزوج قريبا، يعني اتنقل مكان تاني. تفيدة حامل وهتخلف قريب، يعني مات. تفيدة بقت صديقة مخلصة، يعني مش عاوز يشتغل. هقضي 3 أيام مع تفيدة، يعني محتاج مستندات. يوه دي شغلانة. دي عملية سهلة خالص وبسيطة. حاجة أخيرة. اتفضلي. لو قلت إنك مسافر اسكندرية، فمعنى كده إنك هتبدأ الإرسال بعد 10 أيام. لكن لو قلت إنك أجرت أوضة مفروشة في سيدي بشر، فمعنى كده إنك هتبتدي الإرسال بعد 9 أيام بس. انت هتكون جاهز للسفر بكرة. أسمرة، الخرطوم، القاهرة. تبقى المهمة ابتدت. طبعا. خلي بالك الهدايا اللي معاك غالية قوي، جواها أجهزة لاسلكية دقيقة جدا وجداول الشفرة. ايوه يا فندم، بس انا كنت ما تخافش، كل حاجة احنا عاملين حسابها كويس قوي. كل حاجة عندنا لازم تكون مدروسة بعناية. يعني انت بتدخن، يعني لازم يكون معاك ولاعة، يعني لازم يكون معاك أنبوبة بوتاجاز. الأنبوبة دي جواها جداول الشفرة. طب افرض حد فتح؟ اطمن، في حالة الشك فيك ممكن تختبر الأنبوبة وتطمن فيها بوتاجاز. على فكرة
مفيش حد هيشك فيك خالص. لازم تعرف ان مجرد الشك فيك معناه القبض عليك بعد اول محاولة منك للحصول على اي معلومة. طب يا فندم، ناقص ايه تاني؟ مش ناقص الا انك تسافر وتشوف شغلك، واحنا في انتظار جواباتك. جواز سفرك لو تكرمت. اتفضل يا فندم، اتفضل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شنطة سيادتك ممكن تفتحها؟ تحت امرك، اتفضل. دي تقريبا كلها أدوات شخصية وملابس. ايوه، شويه هدايا صغيره لاصحابي. لكن التمثال اللي معاك ده هدية؟ ايوه، هديه لصديق. هو عادي، لكن قيمته انه منحوت من قرن غزال سوداني. ألف سلامة يا فندم، وإقامة طيبة في القاهرة. شكرا. سيجاره يا اسطى؟ ممنون يا سعادة البيه. ولع. يا بيه العفو. ولع يا راجل، ولع. تشكر. حضرتك مصري؟ تقريبا. يعني ايه تقريبا دي بقى؟ يعني سوداني. لا حلو وملعوبة كويس. صحيح ما احنا واحد. لكن حضرتك ما قلتليش سيادتك عايز توصل فين بالظبط؟ اهو اي اوتيل كويس اقعد فيه يوم ولا 2 لغايه ما الاقي شقه مفروشه. شقة مفروشة بسيطة. انت تعرف شقه؟ عندي سمسار شقق في ظرف 5 دقايق تكون ساكن. انت متاكد؟ الا متأكد يا بيه. الو. وصل يا فندم، كويس. وسكن في شقة مفروشة. فين؟ في الدقي. في حاجة تاني؟ لا ابدا يا فندم. والشقة؟ مش بطالة، ما سيادتك شفتها وعارفها. طيب، متشكر. اهلا استاذ اسماعيل. ازيك يا هدى؟ الله يسلمك. يعني جيت مصر بدري عن ميعاد كل سنه. يمكن عشان وحشتوني بسرعه. مين بقى اللي وحشوك؟ يعني اهل مصر كلهم. كلهم طبعا، لكن تقدري تقول ان في ناس مخصوصه. يبقى هنبتدي الغزل. تحب حضرتك تشرب ايه؟ اي مضيفه جميله زيك من حقها تشرب الزبون اي حاجه بمزاجها. بعدين بقى معاك استاذ اسماعيل. عموما عايز ازازه بيره، لكن يا ريت تسمعيني اللحظه. اتفضل. انا شفتك اول مره من 3 سنين، وفي كل سنه كنت بشوفك كل يوم لمده شهر واحيانا شهر ونص. طب ودي فيها ايه دي؟ افتكر بقى دي مده كافيه قوي علشان تخليني يعني اقتنع بيك واحبك. استاذ اسماعيل ارجوك. هدى انا بتكلم جد. وهو الكلام الجد مكانه هنا برضه. هدى، افهم من كده ان مفيش مانع يعني ان افهم اللي تفهمه بقى. عندك حق. طب سيادتك بقى طلبت ايه؟ بيره. بيره برضه؟ لا قصدي يعني فنجان قهوه مظبوط. ميجور لامون، أول رسالة من القاهرة. المحتوى كله على ما يرام. فيها معلومات؟ طبعا. اتفحصت كويس؟ نسبة صحتها 100%. معلومات عن ايه؟ الطيران المصري. الطيارات ولا المطارات؟ الطيارين، وسائل الانتقال بتاعتهم من قواعدهم الجوية لبيوتهم، مواعيد تقريبية للراحات والأجازات، أرقام لبعض الأسراب الجوية، وبعض أسماء الطيارين ورتبهم. ايه تاني؟ بيقول إنه قريب جدا هيلاقي ضابط الطيران المصري. استاذ اسماعيل صبري. ايوه. عادل المنشاوي. اتفضل. شكرا. يا اختي انا عارفاه كويس، بيشتغل مهندس في السودان. هو مصري؟ لا سوداني. هو انت تقدري تتغربي عني يا هدى؟ ده احنا طول عمرنا مع بعض. هو ناوي يعيش في مصر، اصله ليه قرايب هنا، وامه كمان مصريه. وامه هنا في مصر؟ لا دي توفت. شوفي يا هدى، ده مستقبلك وانت مش صغيره. يعني موافقه؟ اللي يريحك لازم اوافق عليه. طب انا عامله لك مفاجاه. جرس الباب هيدق حالا دلوقتي. اهو ده. لا تعالى اسماعيل. اخص عليك يا هدى، مش كنت تقولي لي عشان اعمل حسابي؟ ميعادك مظبوط يا استاذ، اتفضل. مساء الخير. عيشه اختي الكبيره، هي اللي مربياني بعد وفاه ماما. اهلا وسهلا يا فندم. انا بقى هي عارفاك،
هو ده اسماعيل. اتفضل اتفضل يا استاذ اسماعيل. اولا انا جاي هنا علشان احدد ميعاد الخطوبه، وبعد كده اقدر اقعد زي ما انا عايز. الاول تقعد. الاول الميعاد زي ما تشوفوا بقى. يوم الخميس الجاي. خلاص يا سيدي يوم الخميس، وربنا يا ابني يوفقكم. مش معقول. زي ما بيقولك. كويس انه قدر يجند ضابط في الطيران. معلومات ممتازة جدا. هو طالب ايه؟ 500 جنيه استرليني. ها وايه تاني؟ قال انه خطب واحدة مصرية. رائع رائع. 600 جنيه استرليني، 100 زيادة هدية من مناسبة الخطوبة. بكده بعدوا عن اي احتمال للشبهة. المبلغ هيوصل ازاي يا ليمن؟ هتسافر القاهرة. انا؟ ايوه، وتقضي اسبوع في مصر للسياحة، تدفع له وتجيب معاك تحويشة الصور والمستندات والمعلومات. حاجة تاني؟ طبعا. هناك هتقدر تعرف اذا كان اسماعيل جاسوس للمخابرات المصرية ولا للمخابرات الاسرائيلية. انت لسه بتشك يا ميجور ليمون؟ الشك في الحالات اللي زي دي كويس، لسه لحظة انتهاء الشك ما جاتش. فاهم يا يوسف؟ فاهم يا ميجور ليمون. يوسف عميل المخابرات الإسرائيلي جاي بنفسه للقاهرة؟ هيسلم فلوس ويستلم وثائق عسكرية وصور، وأكيد علشان يتأكد من إسماعيل. فرصة. ايه الفرصة؟ إننا نقبض على عميل إسرائيلي. حسبت الفايدة اللي ممكن تحققها من القبض عليه؟ ده يا فندم في حد ذاته هدف محدود. احنا يهمنا ان نشاط الشبكة يستمر، استمراره فايدة لينا. وقاعدين عرفنا ان مركز التجسس الجديد أسمرة، وكمان وسائل اسرائيل في التجسس. ورأي سيادتك؟ يوسف العميل الاسرائيلي هيقضي اسبوع ظريف في القاهرة وينفذ كل حاجة هو عاوزها ويسافر بالسلامة. أيوه. لازم يكون هدفنا الشبكة كلها واي شبكات تانية. معقول قوي. يوسف جاي من أسمرة، ممكن عميل تاني يجي من اي بلد تانية ونكتشف مركز جديد. تمام. تعليمات لاستقبال يوسف او مسيو مارسيل ديليجار السائق الايطالي. استقبال مناسب. عارف يا حسين؟ عارف يا فندم. اما انا بقى رايح سينما حسب الاتفاق. لازم اسماعيل صبري حاجز لك تذكرة، وهيكون فيلم ممتاز. تصرفاتك دي مش معقولة يا اسماعيل. يا هدى يا حياتي انا أرجوك، مش عاوزة كلام حلو تاني. خلاص بلاش اتكلم خالص. كنت مستعجل على الخطوبة وتمت. يا فرحتي. دق يا مزيكا. ازاي يا استاذ واحد يخطب واحدة وما يفكرش انه يشوفها؟ مشاغل يا هدى. مشاغل؟ فين هي المشاغل دي؟ ده حتى لغاية دلوقتي معرفش انت ساكن فين. يعني ودي مسألة تهمك اوي؟ طبعا تهمني. افرض حصل لك حاجة ولا حصل لي انا حاجة، نلاقي بعض ازاي؟ يا شيخ ربنا يبعد عنا الشر. كنت قايل ان حضرتك هتكون عندنا كل يوم خميس. يا هدى بقولك مشاغل والله. من حقي اعرف ايه هي المشاغل دي. مش انا خطيبتك؟ ايوه بس اصل يعني شوفي هو في مشكلة قضائية. انت عارفة ان ليا املاك في السودان وان في تلاعب في الايراد وبعدين خلاص ستي، من هنا ورايح انا هكون مظبوط في مواعيدي زي الساعة. اما شوف، ولازم تعرف ان عيشة قلقانة قوي، مش مقتنعة بان خطوبتنا دي خطوبة حقيقية. عاوز تعرف رأيها فيك ايه؟ يا ريت يا هدى. بس حاجة تزعل برضو. يا ريت اعرف. بتقول انك نصاب وغشاش. الله يسترها. ورأيك انت؟ انا عارفة بقى. عموما انا اسف، ما تزعليش. اهلا اسماعيل. شرفت مصر. احسن مكان نتقابل فيه هنا في منطقة الاهرام. باعتبارك سايح. وباعتبارك انت كمان سايح. عموما مفيش خوف. عاوز اشوف ضابط الطيران المصري. مش ممكن. ليه؟ وضعه بالنسبة لي دلوقتي بقى وضع الشريك. ما تنساش ان هو المصدر الوحيد للمعلومات المهمة. بس ايه المانع ان اتعرف عليه؟ في أسمرة مستر ليمون قال لي اوعى تشك في ذكاء المخابرات المصرية. بمعنى ان مقدم الطيران بحكم صفته العسكرية مش من السهل انه قابل شخص اجنبي ولو للحظة واحدة، الا في حالة واحدة بس. ايه هي الحالة دي؟ ان مصر ما يكونش فيها جهاز مخابرات بالمرة. برافو. وخطيبتك؟ مالها؟ معايا هدية ليها من أسمرة. لا دي سهلة خالص. هي بتشتغل مضيفة في كافيتيريا وبتقدم الطلب لأي زبون، بس مش هتقبل منك أي هدية. ليه؟ عشان ما تعرفكش. معقول. الفلوس معايا، تقدر تجيبها. والخرائط والمستندات والصور. الساعة 12 بكرة هتكون واقف قدام محل معين في شارع قصر النيل. وبعدين هيقف تاكسي قدامك أو قدام المحل. هنزل أنا طبعا،
وبسرعة تركب انت اكنك زبون جديد، هتلاقي ظرف مرمي في ارضية التاكسي. برافو، ذكي وحذر. وبعد كده؟ بعد كده خطر عليا اني اشوفك لحظة واحدة. حسين افندم، العميل الاسرائيلي هيسافر النهارده. أيوة. معاه كل المستندات اللي حصل عليها من اسماعيل صبري. اي تعليمات جديده يا فندم؟ ايوه، عاوز شنطته تتفتش تفتيش دقيق جدا. يعني هنقبض عليه؟ تفتيش دقيق جدا بس بعيد عن الجيوب السريه. ايوه، يا ريت عمليه التفتيش تاخد وقت زياده شويه. تقصد سيادتك ايه بكده؟ يعني عاوز يخرج من مصر وهو مطمن قوي ان الشبكه الاسرائيليه شغلها ماشي مظبوط سليم في امان. والعمليه دي هتخليه يحس بكده؟ تقريبا. اصلي متاكد ان الزياره دي هتكون لها نتائج مهمه. دلوقتي بقى انا رايح سينما. تقابل اسماعيل طبعا. ميعاده دلوقتي. كانت زيارة مفيدة. مفيدة جدا، اكتشاف خطير. فلورا أفندم، في حاجة محيراني. الوثائق والصور والمستندات صحيحة، والمعلومات اللي فيها حقيقية حسب تقارير الخبراء. يبقى إيه سبب الحيرة؟ أنا خايف مش جايز تكون المخابرات المصرية هي اللي مجهزة كل حاجة. وهي المخابرات المصرية ساذجة علشان تقدم لنا معلومات حقيقية؟ عندك حق. يوسف، يا ميجر، هو عايش ازاي في مصر؟ عايش عادي زي اي عربي موجود في مصر. بيسهر بالليل لوقت متأخر، وبيشرب ويصحى متأخر، ويقعد في اماكن عامة. لازم اتصل بالقيادة في تل ابيب. اكيد اكتشفت حاجة. طبعا. ايه هي؟ بعدين فلورا، اسماعيل صبري لازم يسافر فورا من القاهرة ويجي اسمرة. علشان ايه؟ ساعتها تعرف. مشكلة. لازم الفيلم بتاع النهارده ما كانش ظريف. بالعكس، فيلم النهارده كان كله إثارة. اسماعيل صبري مطلوب في أسمرة. يعني هيسافر؟ شفت المسألة مثيرة ازاي؟ اكيد يوسف العميل الاسرائيلي اكتشف حاجة. ايوه، بس يعني ايه الحاجة دي؟ لو كان يوسف حس ان المخابرات المصرية عينها على كل حاجة، يبقى اسماعيل هيسافر أسمرة ومش هيرجع. عشان كده فندم لازم على مهلك. لسه الاحتمال التاني، مش جايز يكونوا عايزين منه حاجات جديدة ولازم ياخد تدريب جديد هناك. احتمال كبير طبعا. إذن يسافر وأنا هديله تلقين كامل عن كل شيء. اسماعيل، الحمد لله على السلامة. أنا فين دلوقتي؟ ده احنا تقريبا بعيد عن أسمرة. مش كتير، تعال. الدنيا ضلمة ومش شايف حاجة. أولع كبريت. بلاش أي ضوء وكمان أي ضوضاء. ادخل. فلورا، طب ولع النور. البيت مفهوش أي نور ولا شمعة. ولا شمعة. الظاهر محدش داخل البيت ده من 10 سنين. أنا خارج. وأنا هتفضل هنا لوحدك. إزاي يا فلورا؟ ما تحاولش تفتح أي شباك، ما تحاولش تتحرك كتير جوه البيت، وما تحاولش تخرج بأي حال من الأحوال. ليه؟ علشان تسلم من الخطر. اهلا اسماعيل. مستر ليمون. يعني البيت فيه نور بس مش في كل وقت. معاك سيجارة؟ تحت امرك. انا تعبان هنا. مش معقول. ده انت في مكان جميل جدا. انت هتفضل هنا شوية. مش هخرج خالص؟ هتخرج بس مش كتير، عشان وراك شغل كتير قوي. انت دلوقتي بقيت محل ثقة المخابرات الإسرائيلية، وعلشان كده هتترقى. اترقى؟ فترة تدريب جديدة على وسائل تجسس جديدة، وكمان لازم تتعلم ازاي بتبعت المعلومات باللاسلكي. من بكرة هنبتدي. طب لما المسألة كده لتحطيم الأعصاب ده. انت خفت؟ طبعا خفت. من ايه؟ التخلص من جاسوس مسألة سهلة قوي. ونتخلص منك ليه؟ يمكن تكون مهمتي انتهت. مهمة الجاسوس الماهر عمرها ما تنتهي يا اسماعيل. عشان كده احنا حريصين عليك اكتر من حرصك على نفسك. اسماعيل. ايوه. انت هتتعلم الارسال والاستقبال اللاسلكي، وانا متأكد انك هتكون ماهر جدا. وايه المطلوب مني تاني؟ الشبكة بتاعتك في مصر
هتكبر شوية. في شاب ألماني هو طالب جامعي اسمه الهير فرانز، هيوصل مصر بعد وصولك وهيعرف ازاي يلاقيك. هدى، ايوه عملتي ايه؟ دورت عليه في كل حته وطبعا ما فيش له اي اثر. ايوه كان لازم تسمعي كلامي من الاول، ده حتى بيته ما قالش عليه ولا له اهل. طب لازم سافر السودان. ولو ثم انه لو كان شخص كويس كان قال. هو فاكر ايه؟ ده جواز. اقلعي الدبله دي يلا من صباعك، بلاش كلام فارغ. احتمال ان تكون حصلت له ظروف. هدى، الجواز اسمه ونصيب، وياما خطوبات بتفسخ. طب ولو رجع تاني؟ يرجع؟ هو باين له رجوع. اقلعي الدبله دي يلا من صباعك. حاضر. مفيش داعي للقلق يا حسين. انا شايف يا فندم ان مفيش امل. في الحالة دي اسماعيل صبري مش هيرجع تاني للقاهرة ولا الخرطوم، واحتمال كبير جدا يكون اتقتل. لو كانت المخابرات الإسرائيلية أدركت إن الشبكة بتاعتها كانت مفضوحة، فأول حاجة تعملها إنها تقضي على الجاسوس عشان تقضي على كل أثر لها. يعني اقدر اقول ان اسماعيل مش هيرجع؟ مش ممكن يعني، علميا وبحسابات دقيقة جدا لازم العكس هو اللي يحصل يا فندم. ده بقاله اكتر من شهر في اسمرة. ما هو لو حساباتي دقيقة وتوقعاتي صح، يبقى اسماعيل صبري لازم يرجع القاهرة في خلال 24 ساعة. تعلن شركة الطيران عن قيام رحلتها رقم 707 التوجه إلى بابي الخروج رقم 1 و2 استعدادا للسفر. شكرا. Your attention please. Airlines company announces the departure of its flight. الو، الصياد اصطاد النهارده سمكة واحدة بياضة. هايل، مع السلامة. افتح يا هدى. حاضر. مساء الخير. اسماعيل؟ اسماعيل ايه؟ غريبة. مين يا هدى؟ ده اسماعيل. اسماعيل مين؟ بتاع الزبادي؟ لا، اسماعيل صبري. هو انت؟ خطوة عزيزة. اي خدمة؟ اي خدمة؟ غريبة، ايه المقابلة دي؟ ما غريب الا الشيطان. بقول اي خدمة. طب هدى ارجوك افهمي انت. تفهم ايه؟ دي تبقى بلوة تقيلة لو ما كانتش فاهمة. انت فاكر الناس ايه، لعبة؟ ولا كل واحد من حقه يحجر على بنات الناس بدبلة في الصباع؟ واحدة بس بالراحة بس علشان اشرح الظروف. اصل انا سافرت السودان فجأة، املاك اللي هناك وحضرتك عارفة بقى مشاكل القضاء قضاء؟ مالنا احنا ومال القضاء والاملاك؟ اسماعيل كان لازم توفي بعضك. الظروف يا هدى ما اعتبر الخطوبة اتفسخت. اتفسخت ازاي الكلام ده؟ انا المرة دي ناوي على الجواز طوالي. صحيح؟ اي والله صحيح. وامتى بقى ان شاء الله؟ حقيقة يعني مش عارف، لكن قريب. لعب العيال ده احنا ما نعرفوش. شوف ناس غيرنا، البنات في كل بيت زي الرز. أرجوك افهميني، أنا هشرح لك ظروف الأملاك بتاعتي اللي في السودان وطبيعة الإشكال القانوني، وأنا متأكد إنك هتعذريني. احكي. Achtung, Achtung. Verehrte Fluggäste. Flughafen Frankfurt meldet die Ankunft aus Kairo. Attention. هير فرانز ألماني. ايوه، هو ده الصيد المناسب. وصل ونازل في القنطة في ميدان التحرير، ودلوقتي هو بيلف في شوارع القاهرة وفي الدقي بالتحديد. معاه خريطة كل لحظة بيبص فيها. انا مش عايزه يكتشف انه مراقب ابدا. هو ده معقول برضه يا فندم؟ فرانز ده صيد كويس جدا، على الاقل هيكشف لنا الدور اللي بتلعبه المخابرات الاسرائيليه في المانيا ودول اوروبا الغربيه. وجه مصر قبل كده كسائح، وبرضه راح على تونس. عارف بس انا مش عارف هيعطر ازاي على اسماعيل صبري. هتشوف، لكن مؤكد انه عارف شكله كويس، ولو من خلال صورة له لازم فيه رمز معين الاتنين عارفينه. لو سمحت. أي خدمة. فين شارع توسون؟ شارع توسون؟ أيوة، تالت شارع بعد النص اللي جاي. شكرا. عفوا. لو سمحت. خدمة تانية؟ الاسورة دي سلك؟ لا، دي مصنوعة من شعر ديلفي. ياه،
اشتريت من الهند واحدة زيها. مكتوب عليها حاجة؟ يس، تاتش وود، امسك الخشب. اسماعيل صبري. فرانز. أهلا، اتفضل معايا. هي دي يا فندم اللحظة المناسبة. اللحظة المناسبة بعد فرانز ما ينزل ومعاه الصور والمستندات اللي مفروض ياخدها من اسماعيل صبري. كله يكون جاهز، كل حاجة لازم تتم في صمت. فرانز، المخابرات العامة المصرية بترحب بيك في مصر. شكرا. انت بتعمل لحساب اسرائيل، ها؟ ايوه. انت يهودي؟ لا، مسيحي. مش معقول تكون بتخدم اسرائيل برغبتك واختيارك. انا كلفت بكده. ومين اللي كلفك؟ مستر باروخ. او مين مستر باروخ؟ استاذي في الجامعة، كان بيدرس لي اللغة العبرية. شيء مؤسف جدا، مؤسف جدا ان اسرائيل تستغل الاساتذة لتحقيق اغراضها. مستر باروخ ده طبعا يهودي. ايوه. يهمني اعرف ازاي استاذك اليهودي مستر باروخ قدر يخدعك ويجندك لخدمة اغراضه من غير ما يفكر لحظة واحدة في مستقبلك والخطر الكبير اللي ممكن يهددك. هو في البداية طلب مني الاشتراك في معسكر للطلبة اليهود في كولون. دي كانت اول خطوة علشان تحتك بالطلبة الصهاينة وتتأثر بيهم. بعد كده مستر باروخ طلعني رحلة لإسرائيل مدة 2 شهر على حساب الجالية الإسرائيلية. وبعد كده قمت برحلة تانية في الصيف، وكانت لتونس ومصر. ايوه. وبعد الرحلة مستر باروخ طلب مني الصور اللي صورتها عن مصر في مدة الرحلة، وقال انه عاوزها في مسألة مهمة وناس مهمين عاوزين يشوفوها. وخد الصور. ايوه. وبعدين سافرت اسرائيل ودرست هناك في الجامعة العبرية 9 شهور. صحيح. وبعد الدراسة؟ بعد الدراسة كلفني مستر باروخ بالاتصال بواحد بعد ما فهمني انه بيشتغل مع المخابرات الاسرائيلية. مين كان الواحد ده؟ قابلته في مطعم في كولون، كان اسمه فرانك، وطلب مني ان تكون اجازتي في القاهرة. ودربك على استخدام الشفرة وطلب منك الاتصال بالعميل الاسرائيلي. ايوه. فرانز، شيء مؤسف ان شاب زيك يكون ضحية للمخابرات الاسرائيلية. اظنك عارف يعني القوانين الدولية بالنسبة للجواسيس يا مستر فرانز. عارف. انا بالنسبة لك مش ممكن اقول الا حاجة واحدة. اسرائيل علشان اغراضها الدنيئة ما يهمهاش انت كشاب الماني ولا يهمهاش شباب الدنيا كلها ولا المانيا كلها ولا مستقبلهم، وبتدفع بيهم للجحيم من غير ما تراعي حتى ابسط المشاعر الانسانية. اسماعيل افندم، الحقيقة انا بشكرك وبقدم لك اغلى تهنئة. انت قدمت لوطنك احدى الخدمات العظيمة اللي ما يقدرش يقدمها الا الابطال. انا قمت بالواجب العادي اللي كان ممكن يعمله اي مواطن عربي. ايوه، لكن من اللحظة اللي اتصلت فيها بينا وانت عايش في خطر وتوتر، والحقيقة قدرت تؤدي دورك بامتياز. كله كان بتوجيهات سيادتك يا فندم. هو انا كنت بعمل حاجة من نفسي؟ انا نفذت تعليماتك بس بدقة. في النهاية بقى هنرسل الرسالة دي للمخابرات الإسرائيلية باللاسلكي. أنا جاهز يا فندم ومستعد. المخابرات العامة المصرية تبعث إليكم بشكرها على ما لقيته منكم من تعاون صادق وما قدمتموه لها من خدمات طوال ال4 سنوات الماضية، وهي تنتظركم في عمليات أخرى. التوقيع صياد الجواسيس. حاجة تانية يا فندم؟ أيوة، تفاصيل شبكة الجاسوسية هتذاع الليلة في التلفزيون. يعني استعد. اسماعيل، أهلا. ممكن أدخل؟ اتفضل.
اتفضل. فين هدى؟ موجودة اهو تقريبا دلوقتي اقدر احدد ميعاد الجواز. تقريبا. هي الساعة كام دلوقتي؟ 9 الا دقيقة مش كده؟ تكونش ناوي تقول انك هتتجوز الساعة 9؟ لا، الساعة 9 في فيلم كويس قوي في التلفزيون. وجاي تشوفه هنا؟ كل قهوة فيها تلفزيون يا اسماعيل. انزل اشرب واحد شاي واتفرج على الفيلم. هدى بعد اذنك الفيلم هيبتدي. الامر لله. هدى نعم. افتح التلفزيون. حاضر. فيلم هايل ممتاز. والآن أيها السادة، مع التفاصيل الكاملة لشبكة الجاسوسية الإسرائيلية في القاهرة، والتي كان يتزعمها الجاسوس إسماعيل صبري. جاسوس؟ مش ممكن مش بقول لك يا هدى، ده مش نصابه بس، ده قلع اهو طلع جاسوس. صح انا الجاسوس. يا بوليس استني بس التعيشة يا هدى، استنوا بس لحظة واحدة. الله، ما تشوف المذيع بيقول ايه كمان. الله. وقد ظل إسماعيل صبري يتعاون مع المخابرات العامة المصرية لمدة 4 سنوات كاملة. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيك يا ست عيشة؟ ايه رأيك يا هدى؟ نتجوز بكرة؟ موافقة طبعا. روح يا هدى.